السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا. طالع دلوقتي عايز أقول حاجة على السريع. طبعا كلنا شفنا مع بعض الذهب وهو بيكسر أرقام قياسية وبيعمل أرقام عمرنا ما كنا شفناها ولا حلمنا بيها قبل كده. بداية من إن هو كسر ال 3500 دولار للأونصة، بعدين 3550، 3600، 3650. الناس اللي كانت لحقت نفسها وكانت معاها سبائك ذهب، كله كان عايز يحس بقى ان هو بيجني ارباح وعايز يحس ان هو نجيب ساويرس في نفسه. انا طالع مخصوص بقى اقول للناس دي: كفايه تخسر فلوسك، كفايه تخسر ذهبك اكتر من كده. ليه؟ علشان خاطر طول ما حضرتك مش محتاج الفلوس فانت كده بتخسر ذهبك. بتخسر ذهبك علشان خاطر كل التوقعات العالميه، البنوك العالميه، المحللين، كله متوقع ان الذهب يكسر ال 5000 دولار للأونصة. فبالتالي حافظ على ذهبك، ما تبيعش ذهبك الا لو حضرتك محتاج فلوس. بالنسبه للناس اللي لسه ما اشترتش ذهب ومعاها فلوس مش محتاجاها، فالوقت لسه قدامك، الفرصه لسه ما راحتش عليك. ممكن تنزل تشتري ذهب في اي لحظه في اي وقت، عشان خاطر الذهب متوقع له ارقام اكتر بكتير من اللي هو وصل لها. شكرا.